تعالوا نعمل الطبق ده الجميل ده، ونعمل كده أكلة تدفي كده. الخميس بتبقى محتاجة كده أكلة، والتجمع أو الجمعة زي ما تقدري تعملي. جميل قوي وحلو. دي كوسة بالبشاميل، حلوة قوي وجميلة. وتعالي أقولك التركة اللي تخليها ما تنزلش مية معاكي وتبوظلك القالب بتاعك. جميل جدا وناشفة وطعمها جميل قوي وتحفة بصراحة. اللي عاشقين الكوسة دي وجبة حلوة ليهم، ونقدر نستخدمها في كل الأوقات. وفي رمضان ده أساسي لازم تعمليها كده مرة كده، بتبقى جميلة. بصوا أهي، ولا نزلت الكوسة. اللي انتوا عارفين الكوسة بتبقى فيها نسبة سائل كبير كتير قوي، وبتبقى ممكن تبوظ لنا القالب بتاعنا. تعالوا نشوف. وهنا بقى مع شوية شوربة كده سخنين على شوية كده محشي كده، وتجمعوا واعملوا أكلة كده تدفي البيت. جميل قوي وطعمها حلو وهايل. بصوا وناشفه ازاي. ويا جماعه بصوا، يعني الجبنه في البشاميل بتفرق جدا. يعني هي بتبقى طبعا مش ضروري، او ممكن تستثنيها، بس طعمها بتختلف بصراحه. هنا معانا كده معلقتين سمنه، ونشوح البصلايه الكبيره بتاعتنا علشان نبتدي نعمل العصاج بتاع الكوسه. تمام. بتحط لها بقى كمان، بنضيف عليها الملح والفلفل وشوية بهارات أو 7 بهارات. جميلة جدا. وبنديها كده تشويحة في التانية دوبك كده، بدبل بس كده ايه البصل، بشوحه مش أكتر، مش بديله لون ولا أي حاجة. تمام. هنبدأ هنا كده ايه، نضيف كده فصين توم كمان. أنا عاملاهم كده سلايس كده صغير خالص، بتدي برضو تيست ونكهة حلوة قوي. وضفنا الملح والفلفل وشوية البهارات بتاعتنا، وضفت اللي هنا اللحمة. وبعدين عايزة هنا تضيفي بقى ايه، يعني تحاولي تضغطي عليها بهراسة البطاطس كده، بحيث انها ايه ما تبقاش قطع، تنعم معانا. وهنا الكوسة بنعمل لها تعريجات كده بالمقورة كده، إيه بتبقى حلوة قوي. وبغسلها وبعمل لها كده ايه، بقطعها كده حلقات كده بورب شوية، بتبقى جميلة وشكلها بيبقى حلو وجميل قوي. وبعدين لا هي بنعملها لا تكون رفيعة ولا سميكة، لا وسط كده. وابدأ بقى اعمل لها كده ايه، اعمل لها كده حركة بحيث ان انا انزل السائل او المية اللي بتبقى جوه الكوسة. ان انا بضيف هنا معلقتين زيت في الوك بتاعتي، وبشوح فيها الكوسة، اديها كده تشويحة كويس كده مع شوية ملح وفلفل. وتقلبيها بالراحة، مش كل وقت بقى، يعني ايه عشان ما تتهريش معاكي. ويدوب كده على نار كده عالية، ببدأ اقلبها مرة كده في التانية، وبروح وباجي عليها بالراحة، عشان الكوسة من الحاجات اللي بتبقى حساسة جدا. لما بتدخل على السوا ممكن تتهري منك وتبقى مش لطيفة. فاحنا بنخلي على قد ما نقدر ننزل المية بتاعتها. تمام. خلاص كده انا ببدأ اعمل بقى ايه البشاميل اللي معايا. بضيف كده 3-4 معالق سمنة، و4 كده دقيق. لو هتزودي 5 معالق سمنة يبقى 5 دقيق، عشان نقدر نعمل البشاميل بكل كده ايه بساطة وبكل سهولة معانا، وما يكلكعش معانا. والسبب اللي ممكن يكلكع، انت لازم في اي يعني في جميع الاوقات البشاميل اللي نعمله ازاي، هتحمري الدقيق. طبعا الدقيق سخن يبقى اللبن ساقع، لو الاتنين سخنين مع بعض بيكلكعوا معاكي ويغلبوكي، تضطري بقى تجيبي الهاند بلندر، برضو هيفكوا كل حاجة. بس هنا الافضل عشان ما تاخديش وقت، يبقى اللبن جاهز معاكي وما يبقاش سخن، وبيبقى ايه ساقع معاكي، او بدرجة حرارة ايه المطبخ، مفيش مشكلة. هنا بدوبك بس ايه بحرك كده الدقيق معانا، ان انا بحمصه، مش بديله برضو لون قوي يعني مع السمنة. وهنا ببدأ طبعا الكوسة هنا برضو بقلبها مرة كمان معانا، ما بسيبهاش. طبعا دي هتحتاجيها اساسي، دي كقائمة كده احفظيها عندك كده عشان تعمليها في رمضان.
ولايك وشير حبايبي معايا يلا. هنا خلاص انا ببدأ ان انا ايدي تبقى في الحاجتين مع بعض عشان اخلصهم في توقيت واحد. وطبعا انا مشغله الفرن بتاعي ومجهزاه على درجه حراره تمام. وخلاص هنا الدقيق كده سبته معانا، وببدأ كده ايه يعني بضيف له كده مكعب كده معانا او بودر المتاح عندك ضيفيه. وهبدأ اضيف لتر لبن، وبحب دايما ازوده جبنه بيدي طعم يا جماعه وتيست هايل جدا، وجربوه وفعلا هتلاقوه جميل وهايل. جبنه موتزاريلا كده جواه بتبقى جميله قوي، وبتسيح معانا مع درجه الحراره اللي بيتعرض ليها البشاميل والدقيق. مجرد ان هو ينعم معانا ويلف كده معانا لفه بسيطه، خلاص ببقى كده انا ايه انتهيت من ان انا اعمل البشاميل، وبيبقى جاهز عندي اني استخدمه على طول في القالب. تمام اهو بصوا، ولا كلكع ولا اي حاجه، مجرد ان هو ناعم خلاص. فهو كده خلاص ببدا ازود بس شويه لبن عشان ميبقاش سميك، انا عايزاه جوسي وعايزاه خفيف. بزود هنا اللبن بتاعي واحده واحده واقلب، بلاقيه ناعم وجميل جدا مع الجبنه الموتزاريلا. بتضيفي اللبن، احتاجتي شويه ماده سائله ميه او بتضيفي عليها ميه عادي او شوربه، يا ريت يفضل يكون شوربه، ما كانش يبقى ميه. كده كده انا ضايفه مكعب معايا، فالدنيا هتبقى تمام وظابطه وجميله وزي الفل. ضفت هنا عليها نص كوباية جبنة موتزاريلا يا جماعة. الجبنة بتخليها طعمة هو مش أساسي، بس بصراحة يفضل. جبنة موتزاريلا ممكن تضيفي عليها جبنة بقى مكعبات يعني أي حاجة بتخليها طعم تاني بصراحة. طبعا هنا الكوسة أنا كنت حطيتها في المصفى على بصوا منزلة مية ازاي بعد التشويحة بتاعتها. سبتها على ما جهزت البشاميل اللي خلصت معانا. بدأت هنا في القالب أضيف معلقتين كده 3 أفرد بيها البشاميل اللي بفرده في قاع ده بيسهل القطعة تبقى على بعضها وتبقى متماسكة برضو من تحت. أنا ممكن أضيف مادة دهنية، بس أنا عايزة الكوسة تبقى، انتوا عارفين الكوسة ما فيهاش طبعا نشويات، فالحاجة دي أو الطبقة دي بتخليها تتماسك وتطلع القطعة بقطعتها مربعة زي ما شفنا في أول الفيديو. برصها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما بملى كل الفراغات اللي موجودة معانا تمام، عشان أبدأ أضيف الطبقة اللي بعد كده. هنا بضيف العصاج بتاعنا وبعدين بفرده، وبضيف عليه برضو معلقتين كده برضو بشاميل خفيف، برضو ده بيساعد على تماسك اللحمة، ما تبقاش انتي مطلعة القطعة بتاعتك وتلاقيها فكة من بعضها او سايبة لا، تبقى قطعة على بعضها متماسكة، تعرفي لحد ما تضيفيها في اي طبق بتقدميه لأي حد. معلقة البشاميل دي بتساعدنا على التماسك يا جماعة، سواء في القاع بتاع القالب او على العصاج. بعد كده برص الطبقة التانية من الكوسة زي ما احنا شفنا كده، بتديها برضو الرصة نفسها بتبقى ما تبقاش عالية غير لما بتضيفيها كده بطريقة عشوائية. تمام. طبعا احنا طبعا عاملين الكوسة ضايفين جبنة جوه البشاميل، فده بيديها طعامة بصراحة يا جماعة، طعمة بصراحة جميلة قوي. وبدأ هنا أضيف الصوص البشاميل كده الطبقة الأخيرة بتاعتنا، وبتديها هنا برضو رشة جبنة موتزاريلا